ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو النهارده بيتكلم عن ميك اب توتوريال للوك ده. المره دي هستخدم الوان ذهبيات على بيربل. لناس الجديده، انا مش ميك اب ارتست، انا صاحبتكم بوريكم الميك اب اللي انا بحطه لنفسي. انا عاليه بعمل فيديوهات على اليوتيوب وعلى الفيسبوك، فلو عايزه تنضمي لشلتنا ممكن تعملي لنا لايك على الصفحه وسبسكرايب على القناه. المره دي الميك اب توتوريال هستخدم باليت بتاعت كارلي اللي هي بي اتش كوزماتكس عشان هحط فيها الاي شادو والهايلايتر. فيلا بينا نبتدي. اول حاجه هستخدمها بنفيت كابراو. هستخدم بنت بوت برضو سوفت اوكر للعينين. اول حاجه تستخدمي الدرجه دي بالفرشه منكوشه زي دي الدرجه دي، وهتعملي بيها كترانزيشن كولر، تعملي بيه خفيف، تفضلي كل شويه تحطي شويه خفيف وتقعدي تعملي بلندنج، شويه خفيف وتقعدي تعملي بلندنج، وبعدين تبتدي تغمقي شويه، فهنبتدي نستخدم الدرجه دي. بعد كده هنبتدي نستخدم الدرجه دي. بعد كده نجيب ماك فيكس بلس نرشه على الفرشه عشان نتقل اللون. وبعد كده نبتدي بقى نغمق، فهنبتدي بقى نعمل تو اد ديبس، هنبتدي نعمل لون غامق اللي هو الدرجه دي. وبعد كده ماك فيكس بلس على نفس اللون بس اغير الفرشه. طيب دلوقتي بعد ما حطيت الاي شادو زي ما انتم شايفين، حطيت الايلاينر والرموش. انا عملتهم بعيد عن الكاميرا عشان اسهل لي يعني وكده، وانا كنت قبل كده عملت لكم فيديوهات، يعني عملت لكم قبل كده فيديو ازاي تركبي رموش وفيديو ازاي تحطي ايلاينر، فتقدري تشوفيهم يعني في الفيديوهات اللي قبل كده اللي انا كنت عاملاها. دلوقتي بقى انا هبتدي احط بقى الفاونديشن والباودر والكلام ده كله، وبعدين بعد كده في الاخر هبتدي بقى ارسم عينيا من تحت عشان انا بحب ان اخليها اخر خطوه يعني. طيب اول حاجه هبتدي احط برايمر اللي هو سماش بوكس، طبعا انتوا حفظتوه يعني تمام. تاني حاجه بقى انا قلت لكم الفاونديشن هستخدم اللي هما الدرجتين اللي انا دايما على طول بستخدمهم، اللي هو ماك ان سي 42. الدرجه دي هحطها هنا، وميك اب فوريفر الترا اتش دي هحطها في النص عشان انا مش بحب احط فاونديشن في رقبتي، فدي نفس درجه رقبتي خلاص. والبيوتي بلندر هعمل لها ديبنج عشان الخطوط وكده. او في حاجه كمان نازله جديد اللي هي السيليكون، بتعملي لها ديبنج برضو، هي اشتهرت قوي في اخر اسبوع دلوقتي، علشان هي مش بتشفط الفاونديشن فما بتاخدش برودكت.
يعني طب بعد ما بتعملي بيها ديبنج بعد ما بتعملي بيها ديبنج بتلاقيها يعني ما شفطتش حاجه انها سيليكون. فدي جديده برضو، ممكن يعني لو حد جابها طبعا يستخدمها يعني. فانا حاليا لسه ما جبتهاش، فهستخدم البيوتي بلند. بالنسبه للكونسيلر هستخدم ماك بولونج وير كونسيلر زي التوتوريال اللي فات برضو. الدرجه بتاعتي ان سي 35. انا يعني هستخدمها بصراحه يعني هحط بايدي عادي، ويعني بعملها بشكل مثلث عشان متبقاش باينه ان في دوريه تحت عينك، فاهمه؟ بعد ما حطيت الفاونديشن هبتدي بقى اثبت تحت العين بلوز باودر لورا مارسيير. انا مش عارفه المنطقه صح ولا لا يعني، بس عشان يعني البنات اللي بيخشوا يكتبوا ايه ده، بتقول بصي بتقول مش عارف ايه، بصي بتنطق مش عارف ايه. كمان يا جماعه بجد جيت لايف بجد يعني سيبوا الناس في حالها بجد بجد يعني. فا anyway عشان الناس دي، بس انا ما اعرفش النطق الصح بتاعها ايه، فسواء بنطقها كده او صح او غلط يعني هو عاجبني النطق كده تمام. ف هستخدم هثبتها بفرشه تحت العين. في بقى الخطوه التانية اللي هو الباودر فاونديشن التانية اللي هي بتبقى باودر عاديه مش بتبقى لوز باودر. عندك تو اوبشن، يا اما تحطيها بعد الكونتور يا اما تحطيها قبل الكونتور، فهي بالنسبه لي مش فارقه. التوتوريال اللي فات حطيته بعد الكونتور، التوتوريال ده خلينا يعني اجرب ان انا احطها قبل الكونتور. المره اللي فاتت انا عملتها بسفنجة اللي هي بتبقى معاها. انا يعني المره اللي فاتت انا كنت مستخدمه كيت فون دي، الدرجه بتاعتي ميديوم 53. المره دي يعني خلينا اجرب كده اعملها بفرشه عاديه مش بسفنجة. بالنسبه للكونتور انتوا طبعا حفظتوا المره اللي فاتت هستخدم تو فيزد ليتل بوك، وهستخدم فرشتين، الفرشه اللي هي مبططه تمام، وهستخدم اي فرشه منكوشه. دي على فكره محلها ب2.5 جنيه برضه للعلم يعني. ودي جوساب. ولو انتي حطيتي يعني بعد ما حطيتي الكونتور لقيتي انه في زياده او كده، ممكن بقى ايه الفرشه العاديه باودر فاونديشن العادي، وتبتدي بقى تخففيه برضه عادي. كونتور المناخير انا قلت لكم قبل كده برضو هستخدم اللي هي الفانه دي بنفس اللون بتاع البالت. بلاشر 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 بلاشر. مش ممكن هستخدم نيكد فلاشد. زهقتوا منها صح؟ انا عايزه اجيب بلاشر جديده برضه عشان انتوا زهقتوا منها. هستخدم برضو نفس الباليت اللي هي بتاعت الاي شادو اللي هي بتاعت كارلي. هجيب الفرشة دي تمام. هختار درجة، انهي درجة عالية؟ ماشي هختار الدرجة دي. اوكي يعني شوفي لو انتي حاسة انك عايزة تحطي تاني زودي تمام. ميك اب العينين هستخدم فرشة رفيعة او ممكن دي، ماشي ممكن دي. بالنسبة للرموش اللي تحت هستخدم كلينيك اللي كنت قلتلكوا عليها قبل كده. بعد كده الخطوة التانية الدروبس بتتحط على شفايف تمام.
هستخدم كفر اف اكس. انا هوريها لكم. انا جبتها علشان شفتها على انستجرام ولقيت ناس كتير قوي بيقعدوا يستخدموها وكده، فقلت اما اجربها يعني. فانا هجربها بصراحه، دي اول مره. طعمها يقرف. المهم بص، لو انتي شعرك اصفر زي باروكا دي، احسن انك تحطي ليبستيكس اللي هي الفاتحه قوي. في اللي هو انا هستخدم ماك اللي هو بليز مي. لو انتي بشرتك سمرا زي وشعرك اسود عادي، لا يعني بلاش تستخدمي بليز مي، هيبقى لونه غريب عليكي، فاهمه؟ لكن لو انت شعرك اصفر او شعرك فاتح او كده، ممكن بليز مي هيبقى حلو. فانا يعني خليني ابتدي الاول بماك اللي هو تويك، وبعدين بعد كده احط فوقيه بليز مي. هحط بقى بليز مي اللي بقول لكم عليه ده، وخلصنا.